مشكلة أغلب المحترفين مش بياخدوا بالهم منها، وهو إن مش شرط إن البروجكت أو المشروع اللي أنت تبقى شغال عليه يبقى بجودة عالية، لا ده كمان الإكسبورت بيكون ليه إعدادات منفصلة عشان يكون تصدير الفيديو بجودة عالية. ودلوقتي هوريك ازاي تعمل اكسبورت الريلز انستجرام او لاي موقع سوشيال ميديا. واول حاجه تاخد بالك منها الريت فريم. حاول دايما تخلي الريت فريم 30 مش اكتر او اقل، ان عامه مواقع السوشيال ميديا ومن ضمنهم انستجرام ما بيقبلش اعلى من 30 ريت فريم. بعد كده هندوس مور، هننزل تحت عند ريندر اد ماكسيمم هنعلم، وعند يوز ماكسيمم برضه هنعلم، وهنرجع ننزل تحت شويه عند البروفايل هنشيل علامه صح وهنخليها هاي. هترجع تنزل تحت كمان شويه عند الوان باز هتخليها 2 باز، وهنخلي كل واحدة فيهم 20. ده هيفرق معاك في مساحة الملف، وهيفضل برضه محافظ على نفس الكواليتي الأصلي بتاع الفيديو. بس الفكرة ان انت لو بصيت مثلا انا كل ما بعلي فيه كل ما هترفع معاك مساحة الفيديو، وكل ما هتقلل منه كل ما هيقلل معاك مساحة الفيديو. فانت دايما خليها 20 في المتوسط. ومعلومة مهمة جدا إن الخطوات دي لازم تعمل على كل فيديو قبل الإكسبورت. ولو عايز تعرف نصايح ومعلومات أكتر عن المونتاج وبريمير برو اعمل فولو ولايك وشير واستنى الفيديو الجاي.